عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. يلا بينا نعمل كيكة التريليتشي أو كيكة الحليب. بجد أحلى كيكة هتجربوها في حياتكم. كل اللي جرب الكيكة دي وعملها قال إن هي أحلى كيكة عملوها وجربوها في حياتهم. بجد هخليكي أستاذة فيها. لو انت مبتدئة هتعمليها وهتطلع معاكي تحفة. انت ممكن تعملي مشروع بالوصفة دي، صدقوني بجد أحلى كيكة. كمان هنعمل صوص كراميل في منتهى الجمال واقتصادي جدا وفي منتهى السهولة. بجد الكيكة دي تستاهل ان انتوا تجربوها، سهلة جدا ونتيجة مضمونة 100%. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا 400 جرام من الدقيق اسبونج جاهز. انا اخترت الدقيق الاسبونج جاهز عشان المبتدئين يطلعوا نتيجة احلى من المحلات 100 مرة. لكل 100 جرام بنحتاج بيضة واحدة، ومعايا نص كوباية مية وفانيليا بس. هنبتدي بقى نحط الخليط بتاعنا ده كله، ننزل بالدقيق والبيض والمية والفانيليا، ونبتدي نضربهم بمضرب كهرباء، او لازم مضرب كهرباء او عجان، على اعلى سرعة لمدة 7 دقايق بس، من غير بقى ما نفصل صفار عن بياض، من غير اي حاجة. وبجد النتيجة تحفة. هنبتدي بقى نضربهم على اعلى سرعة لمدة 7 دقايق لحد ما نوصل للقوام ده. هبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي ده في بايركس زي ما انتوا شايفينه كده. انتوا ممكن تحطوها في ألمونيوم وتدهنوا ورق، وتحطوا عفوا ورقة زبدة. هبتدي بقى اخبز الخليط بتاعي ده على درجة حرارة 160. لازم الفرن يكون ساخن قبلها. وبس بيطلع معايا كده، خد معايا بالظبط 28 دقيقة بس. بختبره كده من النص اتأكد ان هو جاهز معايا. هبتدي والكيكة بتاعتي سخنة احط ورقة زبدة عشان اتخلص من الطبقة اللي هي بتبقى زفرة في الوش عفوا فوق الكيكة دي، الطبقة دي بتبقى زفرة. تعالوا بقى نعمل احلى صوص كراميل. بجد هتجربوه، الصوص ده فاجئني. طعمه قريب جدا من صوص الدولس داليتشي اللي هو بيتحضر اصلا في ساعات. هنحتاج كوباية سكر وكوباية لبن ومعلقتين كبار من اللبن مدوبة فيهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقة قشطة ومعلقة سمنة. مش هنحتاج اكتر من كده، والسمنة تكون سمنة بلدي. بجد المكونات دي هتطلع معاكم احلى صوص كراميل هتجربوه وفي منتهى السهولة. محتاجناش ولا كريمة ولا زبدة، بجد هيبهركم. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعته. على البوتاجاز في حاجة ألمونيوم، لازم تكون ألمونيوم ولازم تكون حاجة غويطة. هبتدي أنزل بالسكر بتاعي لما أحس إن السكر ابتدى يسخن كده. بس أهم حاجة عندي، أهم نصيحة أقولها لكم، إن انتوا تخلوا النار بتاعتكم على أهدى سرعة خالص، عفوا على أقل درجة، عشان السكر ما ياخدش لون بسرعة ويتحرق معاكم ويمرر. لا، النار هادية خالص. هبتدي اقلب الخليط بتاعي كده عشان اساعده ان هو يسيح لحد ما يفك تماما معايا كده. هايل قوي. هبتدي بقى انزل بمعلقة السمنة ومعلقة القشطة، وابتدي بقى اقلب كويس جدا لما السمنة والقشطة يسيحوا معايا تماما. هايل قوي. بالراحة خالص وبالتقليب، والنار بتاعتي على اهدى حاجة خالص، موطية النار جامد. هبتدي بقى اقلب كويس. في ثانية هتلاقوا انه الخليط بيفك معانا. بس اهم حاجة ان الحاجة اللي انتوا بتستخدموها تكون حاجة غويطة عشان الفوران اللي بيحصل ده. هبتدي بقى انزل باللبن بقى بتاعي بالتدريج. شايفين الفوران ده؟ لازم تكون الحاجة بتاعتكو عميقة عشان الفوران ده ما ينزلش على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. بالراحة خالص ببتدي اقلب كويس جدا واحدة واحدة. هايل قوي. الخليط بيتجانس معايا بسرعة. هبتدي ادي تقليبة كويسة كده، اتأكد ان القاع بتاعي ما فيش حاجة لزقت. هايل قوي. هبتدي بقى انزل بمعلقتين اللبن وعليهم معلقة كبيرة من النشا، وابتدي اقلب بقى لما الصوص يتقل معايا كده. هايل قوي. شايفين الصوص تقل معايا ازاي وبقى جميل؟ ما شاء الله. بجد احلى صوص كراميل هتجربوه حرفيا. اقتصادي جدا وسهل جدا. بجد ما شاء الله، بجد تحفة، وريحته وطعمه بجد حكاية. تستخدموه بقى في اي حاجة. في هو طبعا للكيكة، بس طبعا ليه استخدامات كتير جدا. شايفين بقى القوام بتاعه؟ ما شاء الله بجد. الصوص ده احنا لازم نسيبه يرتاح تماما. طبعا القوام بتاعه ده هيتظبط اكتر وهيبقى جميل اكتر، بس لازم نسيبه يهدى خالص عشان لما نبتدي نحطه على الكريمة بتاعتنا ما يفصلش من الكريمة كده. يلا بقى نشوف الكيكة. انا عندي الكيكة كده بعد ما بردت. هبتدي بقى
بشيل ورقة الزبدة كده، الوش بيطلع معايا بكل سهولة. ولو في زوايد كده انا بشيلها بسكينة عادي خالص، وبعود خلة او بشوكة ابتدي بقى اخرم الكيكة بتاعتي كده عشان تشرب معايا. المفروض ان هي بتتسقي بلبن وكريمة. طبعا انا حطيت لبن، نص لتر من اللبن ومعلقة كبيرة من القشطة، بتديني نفس النتيجة. انتوا ممكن تضربوه في الخلاط، عشان انا ما ضربتهاش، انا قلبتها كده كويس، عملت معايا كده حبيبات من القشطة. ومعايا هنا كيسين من الكريم شانتيه، هبتدي بقى انزلهم في الطبق بتاعي كده، او في الحلة، او في اي حاجة، وعليهم 250 ملي من اللبن المتلج او المية، وابتدي بقى اضربهم لحد ما الكريمة بتاعتي تتماسك تماما. هايل اوي القوام ده. هبتدي بقى الكيكة بتاعتي اتشربت كده كويس وارتاحت، هبتدي بقى انزل عليها كده بالكريمة، بكمية الكريمة بتاعتي. هايل قوي. هبتدي بقى افرك كويس الكريمة بتاعتي دي، وهنبتدي بقى في المرحلة دي ندخلها التلاجة عشان الكريمة تعمل طبقة قشرة كده من فوق وترتاح. هايل قوي. بس تماما او كده هبتدي بقى انزل عليها. شايفين بقى صوص الكراميل ما شاء الله بجد لما ارتاح وبرد. لازم الصوص يبقى بارد معاكم تماما، ما ينفعش تحطوه ساخن. هنبتدي بقى ننزل بقى بالصوص ده على الكريمة بتاعتنا، وابتدي بقى افرده بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. انا بس بحرك البايركس بتاعي، مش بستخدم لا سكينة ولا اي حاجة. هايل قوي. انا بعد كده بعد ما فردت الكراميل كده، انا كنت سايبة شوية كده من الكريمة معايا، حطيت بس عليهم معلقتين لبن كده وقلبتهم عشان يبقى سايل معايا، وعارفة اعمل بيه خطوط بالطول كده. مفيش اسهل من كده، احنا بس بنعمل خطوط بالطول زي ما انتوا شايفين كده، عشان ناخد الشكل الجمالي المتعارف عليها في الكيكة دي. الكيكة دي بجد ادمان، كل اللي هيجربها مش هيبطل يعملها. بس انا بعد ما عملت الخطوط دي بخلة او بسكينة، هنبتدي نعمل خطوط بالطول كده تاني بالسكينة. هايل قوي. ممكن بقى تعملوها خطوط واسعة، خطوط ضيقة، اللي يناسبكم. هي في كل الحالات هتطلع تحفة، شكلها بجد هيبقى معاكم جميل جدا. وبنفس الطريقة خطوط بالطول. ونرجع تاني، شايفين بقى بجد ما شاء الله بجد شكلها تحفة. الكيكة دي اهم حاجة ان هي ترتاح في التلاجة اقل حاجة 4 ساعات، وكل ما بتقعد كل ما بتحلو حرفيا بجد. الكيكة دي لازم تتقدم ساقعة، لازم ترتاح في التلاجة وبعدين بنقدمها. ممكن تسيبوها ليلة كاملة، هي كل ما بتقعد بتحلو. انا مش قادرة اقول لكم جمال الكيكة بجد، قطعة مثالية ما شاء الله بجد. يعني المبتدئين ملكوش حجة بجد، يعني قوموا جربوها وبجد هتنبهروا انتوا وكل اللي هيجربها. الكيكة غرقانة في اللبن ما شاء الله. صوص الكراميل ده بجد مش قادرة اوصف لكم قد ايه هو جميل وسهل جدا وغني جدا، وبمكونات سهلة جدا وموجودة ان شاء الله في كل بيت. بجد الكيكة دي ادمان، ان شاء الله هتجربوها هتبهركوا. والف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو بتاعي وعجبكم، ما تنسوش اللايك واشتراك للقناة لو انتوا مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. ولو انتوا من الناس اللي جربوا التطبيقات بتاعتي، يا ريت تبعتولي الصور، بتفرحني جدا، وتعليق لو بكلمة بجد تشجعوني عشان اكمل ان شاء الله. وانا هكتب لكم المقادير بالتفصيل في التعليقات.